من العيشة في القصور والدلع للسجن والمصحة والاكتئاب، لغز جريمة في الوسط الفني هز مصر كلها. اتشهرت بلدغة اللسان، هانم من هوانم زمان، وتخضع أي راجل بجمالها وكبريائها. الفنانة ميمي شكيب، اسمها الحقيقي أمينة، اتولدت في عيلة غنية وعاشت واتربت في القصور والسرايات. كان جدها في جيش الخديوي إسماعيل ووالدها مأمور شرطة، وشافها يوسف وهبي على بلاج اسكندرية وشاف فيها نجمة المستقبل. ولما عرض الموضوع على أهلها رفضوا تماما وقالوا له إن تقاليد العيلة ما تسمحش بكده. وفي مرة كانت في زيارة عند واحدة صاحبتها واتفاجئت بدخول الفنان سليمان نجيب، وقعد يقنعها تمثل معاه على المسرح، وصاحبتها تقول لها إن دي فرصة ذهبية مش هتيجي تاني، لحد ما وافقت، وهو اللي اختار لها اسم ميمي بدل أمينة. ولما قابلها يوسف وهبي وهي ممثلة قال لها فين تقاليد العيلة دلوقتي؟ احترفت ميمي التمثيل رغم اعتراض أهلها، واتجوزت من ابن خالها شريف ابن رئيس وزراء مصر السابق إسماعيل صدقي، واتطلقت منه وهي حامل بسبب خيانته ليها. وبعدها اتجوزت رجل الأعمال جمال عزت، لكن ما استمرتش معاه وقت طويل لحد ما اتعرفت على الفنان سراج منير وهم بيشاركوا في فيلم ابن الشعب، واتجوزوا وعاشوا مع بعض 15 سنة لحد ما توفى، ورفضت تتجوز من بعده. ليها أخت واحدة وهي الفنانة زوزو شكيب اللي أكبر منها ب4 سنين. بدأت ميمي مشوارها الفني مع فرقة نجيب الريحاني وهو اللي علمها كل حاجة، وعملت أفلام كتير منهم أبيض وأسود والملون، وحصروها المخرجين في دور الست الشيك الغنية المدلعة واللي كان بيشبه شخصيتها الحقيقية. كانت بتحب الخروج والسهر والحفلات والحياة الصاخبة، ويمكن ده يرجع لمعاناتها في طفولتها لأن والدها كان بيمنعها من الخروج غير عشان المدرسة. فلما كبرت بقت تعمل حفلات في بيتها وبيحضرها أهم الفنانين ومسؤولين كبار في الدولة، وكانت على علاقات قوية جدا لحد ما اتقلبت حياتها تماما. في سهرة من السهرات في بيتها طبوا عليها مباحث الآداب وقبضوا عليها ومعاها فنانات صغيرين منهم ميمي جمال وزيزي مصطفى، ووجهوا لهم تهمة إدارة شبكة دعارة أو زي ما كانت معروفة وقتها بالرقيق الأبيض. وأصبحت القضية قضية رأي عام، والناس صدقوا ما كانش ليهم سيرة غيرها، وأصبحت مكروهة من الناس. اتحبست 6 شهور، قطعت نفسها من العياط لحد ما أصيبت باكتئاب حاد خلاها تمنع الكلام، وحكم لهم القاضي بالبراءة لعدم القبض عليهم في حالة تلبس. لكن ميمي ما أخدتش فرصة تانية تعيش حياتها، فبعدوا عنها المنتجين والمخرجين وانعزلت تماما عن عالم الفن، والموضوع أثر عليها نفسيا بشكل كبير لدرجة إن أهلها وأصحابها قرروا يدخلوها مستشفى للتأهيل النفسي، وفضلت هناك شهور بتتعالج. وللأسف حزنها ما انتهاش عند كده، لكنهم لقوها مقتولة سنة 83، وأثبت المعمل الجنائي بمعاينة النيابة إنها تعرضت لاعتداء وحشي، وحد زقها من بلكونتها بوسط البلد، واتحفظت القضية ضد مجهول وما قدروش يوصلوا للجاني. واهتز الرأي العام في مصر واتساب الصحفيين في محاولة لفك اللغز، والبعض قال إن الدافع للجريمة سياسي بحجة إن الراحلة كانت بتحب السهر والحفلات وبيجي لها كبار المشاهير والسياسيين، لكنها اتدفنت ومعها سرها، وفضلت الحادثة لغز كبير. ربنا يرحمها.